كنا شرحنا قبل كده عن حل مشكلة تكسير الدوائر في الماكس، وجالي سؤال في الكومنتات عن ازاي ان احنا نحل المشكلة دي ولكن في الاوتوكاد. طيب بعد ما فتحت الكاد ابص على الدوائر اللي عندي الاقيها متكسره زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الحل هنا في خطوتين، الاولى ان انا انزل عند جرافيك بيرفورمانس في الشريط اللي تحت هنا، ولو مش ظاهر عندي اخش على الثلاث نقط دول وانزل تحت جرافيك بيرفورمانس، هفعله هيظهر عندي، اخش عليه وافعله من هنا. دلوقتي لو دوست اوكي هبص على الشكل هلاقيه بقى ناعم عندي زي ما احنا شايفين كده. ولو رجعنا قفلناه من تاني كليك يمين واخش عليه واقفله وادوس اوكي هلاقي الشكل رجع يتكسر عندي زي ما احنا شايفين. طيب والحل التاني ان انا ادوس على او بي واخش عليها من ديسبلاي ريزوليوشن ارك اند سيركل سموزنس، هلاقي الرقم عندي قليل هزوده وليكن ل 2000. اوكي هلاقي الشكل ظبط عندي، ولكن في بعض الاجهزه ممكن الفايل يتقل معايا، فالافضل ان انا اشغل الجرافيك بيرفورمانس مع ان انا اكون مظبط الريزوليوشن من ديسبلاي ريزوليوشن، او حتى ممكن اسيب الريزوليوشن على رقم قليل. اوكي وبكده نكون ظبطنا شكل الدوائر والملف مش هيكون تقيل معايا. جربها وقول لي النتيجه في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال تاني سيبه لي تحت وهرد عليه. وفي النهايه لو حابب تتعلم اكتر عن برامج التصميم بطريقه سريعه وسهله اعمل لي لايك ومتابعه وخليك جاهز للي